السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في قناة الإماري والحمام والعصافير. النهاردة إن شاء الله حلقتنا النهاردة عن تخصيب البيض. يعني إيه تخصيب البيض؟ يعني جوز الشغال عندي أول مرة أجيبه ولقيته بايض عندي، وكشفت على البيض مثلا بعد 8 أيام 10 أيام 11 يوم 12 يوم زي ما افتكرت. وكشفت على البيض لقيته رايق. في لو البيضتين رايقين ده كده فيه مشكلة في الذكر. لو بيضة فيها تخصيب وبيضة رايقة يبقى دي ايه؟ عيب ايه؟ نتاية. نتكلم الأول عن الذكر عشان النتاية بتبقى لها ايه؟ مشاكل كتير. دلوقتي النتاية عندي بيضة البيضتين تمام مفيهمش أي مشكلة. لو بيضة أكبر من بيضة، لا مثلا قشرتها خفيفة أو أي حاجة، بيضة البيضتين أهم ما شاء الله عليها تمام. دلوقتي ايه؟ أسيبها لمدة ايه؟ 10 أيام. أبص على البيضتين، لو كشفت على البيضة على زي ما احنا عارفين بالفلاش في أوضة ضلمة كده، وبالفلاش أو حتة ضلمة أو الوقت بيبقى ضلمة، وحطيت الفلاش وحطيت البيضة عليها، لو معرقة دم أو فيها غمقان أو فيها غمقان فيها تخصيب، يعني كده خلاص تمام مفيش أي مشكلة في الذكر لو البيضتين مخصبين. لو رايقين يبقى كده ايه؟ نبتدي نجيب العلاج ونعالج الذكر، نجربه بطن كمان. ما نفعتش مع العلاج يبقى ايه؟ لازم نغير الذكر ونسيب النتاية طالما بيضة البيضتين تمام ومفهومش اي مشكلة. الذكر يا جماعة ما يعيبوش غير زي ما قلنا قبل كده في فيديوهات، اللي هو الذكر بينده على النتاية ويقعد ويزوف ويجري وراها ويضربها لحد ما ايه؟ تبيض. خلاص باضت الحمد لله ونجحت في الذكر نجح في ايه؟ اللي هو يخلي النتاية تبيض وكده مفيش اي مشاكل فيه. نرجع بقى للمرحلة التانية بتاعته اللي هي البيض. البيضتين رايقين من بطن واتنين، او جبت العلاج ومشيت العلاج عليها، طبعا هنقول علاج دلوقتي. مشيت العلاج عليها يبقى ايه؟ يبقى المشكلة عيب ذكر. اديته العلاج ده السينيليوم، اسمه سينيليوم، ده بيطري. بيتجاب من عند بيطري او في صيدليات بتبيع بشر وبيطري، تقول له عايز ايه؟ سينيليوم. ده تحطه له ازاي؟ طبعا هتحطه له في الميه مرة الصبح ومرة آخر النهار، لمدة مثلا أسبوع 10 أيام، لحد ما الجرعة اللي اداها لك الدكتور مثلا ايه؟ تخلص. عايز تحطها له مرة في اليوم مفيش مشكلة، عايز تحطها له مرتين في اليوم بحيث ان انت تحطها له الصبح وتيجي تغير المية تحطها له تاني مفيش أي مشكلة برضك. هي مش مضرة، هي التخصيب فيها عالي وممتاز للنتاية وللذكر. فطبعا ان شاء الله تجيب العلاج وتمشي عليه. الذكر نجحت معاك والبطن اللي بعدها طلع فيها تخصيب وتم التمام والبيضة طلعت وكله تمام كده مفيش اي مشاكل فيه. لكن بعد العلاج لقيت البيضتين برضك رايقين، يبقى انت كده حرام عليك بتهلك النتاية وكده مفيش امل في الذكر، يبقى انت ايه؟ تغيره. واللي هتبحوله مثلا تقوله ده مشكلته كذا، ممكن ان هو ياخده مثلا يحطهم كده في البيت عادي مش عايز شغل، لكن انت لو عايز انتاج لازم ايه؟ تغيره. ماشي يا جماعة. دلوقتي ما شاء الله طلع عندك الزغلولين. نرجع برضك ايه؟ البيضة بيضة وبيضة. لو بيضة وبيضة يبقى دي عيب نتاية. عيب نتاية ازاي؟ النتاية طبعا مشاكلها كتير. ممكن تبيض اول بيضة ودنها راقدة عليها وما تخرجش للذكر، يتكسر عليها البيضة التانية بحيث ان هما البيضتين يبقوا ايه؟ مخصبين. يبقى كده نرجع لايه؟ للبيضة وبيضة. دي كده عيب ايه؟ نتاية مش عيب ذكر يا جماعة، خدوا بالكم. الذكر طالما بيروق البيضتين، لكن بيضة وبيضة دي تبقى عيد نتاية. يبقى النتاية باضت والبيضة التانية ايه؟ رقدت عليها وما خرجتش اللي هي تخرج تكسر على الذكر وترجع تاني. خلاص كده يا جماعة، كده عرفنا عيب الذكر فين وعيب النتاية فين. والنتاية برضك فيها عيب تاني، ممكن لو مكملتش الأوضة على البيض والبيض فيه تخصيب يبقى دي عيب نتاية. لو رقدت وطلعت الزغاليل وما أكلتش الزغاليل يبقى دي برضك عيب نتاية. هتقول الذكر بيأكل، ماشي الذكر كده مفيهوش أي حاجة، لكن اللي هي مثلا طلعت زغلولين زي كده وما بضتش أو ما أكلتهمش يبقى عيب إيه؟ عيب زغاليل. طبعا ده أخوه أهو، ده الحمد لله قدر الله ما شاء فعل ميت، ممكن يكون ميت من السقعة ولا حاجة اهو. كانت مطلعة زغلولين اهو، حتتين اهو، بس في واحدة ايه؟ فيهم مات. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. ده ايه؟ نصيب. لسه والله شايفه حتى دلوقتي. نرجع يا جماعة لموضوعنا. لو ما اكلتش الزغاليل يعني بيضة اهي وفقست والزغاليل زي كده وما طلعتش زغاليل او فقست الزغاليل يبقى ايه؟ عيب نتاية.
وطبعا دي بتبقى مشكلة في النتاية نفسها، ودي المشكلة اللي هي ملهاش علاج، اللي هي ما تاكلش الزغاليل او ترقد على البيض شويه وتبقى قايمه، دي كده ملهاش علاج. ماشي يا جماعه. واد الدكر اهو ما يجي ينده على النتايه وعايزها تبيض او عايز يكسر عليها زي ما حضراتكم شايفين، ده بيبقى الدكر كده تمام. دي اول مرحله بتاعت الدكر، اللي هو ما بيقعدش ما بيقعدش مع النتايه زيه زيها، اللي هو ايه، ولا بيزوم ولا بينده على النتايه او ياخد زاويه او الحاجات دي كلها. ده كده ما ينفعش يا جماعه. لازم الذكر يبقى نفس المراحل دي، يبقى زايف وبيجري ورا النتاية ويضربها لحد ما تتكسر منه أو تبيض. المرحلة التانية بتاعته اللي هي ايه، التخصيب. والعلاج بتاع التخصيب اهي سينيليوم، ده بيطري، ده بيتباع في الصيدلية. استعمال لمدة 10 أيام، وحسب الإزازة بتاعتك ما تخلص. مثلا لو ما بدكش إزازة طبعا كبيرة، بديك في قطارة كده، بيقولك مثلا 5 نقط في اليوم أو 5 نقط مثلا صبح و5 نقط آخر النهار، عشان ساعات بيعملوا حمام طبعا في المسقى ما بيرضوش يشربوا. ماشي يا جماعة. كده عرفنا مشكلة الدكر والنتاية في قلة التخصيب. هذا الدكر هو زايف وعايز ايه، النتاية. طبعا زي ما احنا عارفين ان دي المراحل الأولى في الزغاليل، وبعد كده المراحل دي لما يكبر بقى ويريش تمام كده، دي تغذية سليمة وكده. أنا معظم عندي مش عارف، الحمد لله يعني قدر ما شاء فعل، يطلع الزغلولين تلاقي الزغلول مات والزغلول تاني عايش، مع إنه بقى إيه، واكل مفيهوش أي مشكلة، بس بنقول الحمد لله ما لناش نصيب فيه، قدر الله ما شاء فعل، مش أي مشاكل. وده يا جماعة أهو، كشفت أنا على البيض ل10 أيام، لقيته ما شاء الله مسود بصوا يا جماعة، حتى في الفيديو تلاقيه غامق، البيض هتلاقيه غامق ما شاء الله تبارك الله. البيضتين يبقى كده ايه، الذكر ناجح والنتاية ناجحة. الذكر ناجح هو بيض النتاية وخاصة بالبيض، والنتاية نجحت اللي هي تبيض وتبيض البيضتين، وما شاء الله تغذيتها كويسة، وتيجي للذكر يكسر عليها البيضتين وتقوم جاية ايه، راقدة. واد النتاية راقدة وما شاء الله حنينة، مفيش أي مشاكل فيها اهم راقدين. ودول طبعا مقلناش لسه الزغلول من عندهم. ادي الزغلول اهو، نبتدي ننقله اهو، بحيث اللي هما ايه، يشتغلوا براحتهم بقوا لوحدهم. هنحط الزغلول فين يا جماعة؟ نفس المراحل على قده بتاعت الزغاليل دول يا جماعة كلهم كده قد بعض. يمكن ده اللي انا مدخله ده بيبقى ايه، صغير شوية بس مفيش مشكلة، بس كلهم في سن واحد. طبعا ما دخلش الزغلول على جوز شغال ولا مجموعة شغالين هيقطعوه لحد ما يموتوه او يعوروه، او ادخلهم شباب برضك قافلين، بيبقى ايه غلط. طبعا بيتهجموا عليه ويقعدوا يضربوا فيه لحد ما ايه، يتصاب او يموت. فاحنا ليه ما عندكش، يبقى حطه في قفص لوحده كده، مفيش اي مشكله في نقل الزغاليل او نقل. لكن الشغال انقله على الشغال هيضربوا بعض شويه، بس هتلاقيهم ايه، خدوا على بعض. او الشباب القافل برضك هياخدوا على بعض، مفيش اي مشكله برضك ايه، هيقفوا وهياخدوا على بعض ومفيش اي مشاكل. دلوقتي الجوز عندي مثلا لابوه وامه نقلنا الزغلول، ولسه ايه ما بيضوش، لسه هو ناقلين الزغلول بقى. في يمام بيبيض والزغلول معاهم، وفي يمام ايه ما بيبيضش غير اما الزغلول يخرج. طبعا دول لسه ما بيضوش اهو. هبتدي اجيب لهم قش واحط لهم القش بتاعهم والفه لهم، وهم بقى يظبطوا مع حالهم ويظبطوا ويبتدوا ايه، يبيضوا اهو. الدكر ما شاء الله زي على النتاية اهو، بس دول طبعا مطلعين. طبعا النتاية مش هتسمح اللي هو يكسر عليها ويعمل عليها حاجة، بس هي ايه، لسه بتأكل ولسه الزغلول صغير اهو. بس هي كده او كده، ده طبعا الموسم بتاعهم. بتلاقي الذكورة والنوتي حامين، تلاقيهم زايفين ليل مع نهار وكده، وممكن تتكسر تكسيرة وما تجيبش معاه، يعني عادي، يعني مفيش اي مشاكل. لما انا حد يقول مثلا انا شفته هو بيكسر بس ما بطش، لا مفيش اي مشكله. متنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه ليوصل كل جديد. في اي مشكله في اي حاجه اكتب لي في تعليق. طبعا النهارده بتواصل مع صديق ليا، ويمكن هو ما يتفرج على الفيديو ويسمعني، عامل الفيديو ده عشانه، بحيث اللي هو ايه، كان جايب جوز والجوز روق وكده. فانا ايه، اعمل لك الفيديو ده واقول لك العلاج وازاي تعمل، واسمه هي سينيليوم. نروح عند اي بيطري ايه هاته، وللجميع برضك بحيث ان ايه كله يستفاد. طبعا بشكرك، وما بزهقش اي حد يتواصل معايا، يتواصل معايا عادي، وعايز يوريني حاجه مفيش اي مشكله، لحد ما ايه العمليه عنده ايه تنجح بسلام.
ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله.